السلام عليكم، ان شاء الله قاعد تكونوا غايه على بالي دخل. يعني الحال بدا يحمى شويه، نبغوا وصفات سهله اقتصاديه بسيطه، يعني تكون خفيفه فقط في المقلاة بدون لحوم. اليوم حضرت معاكم غراتين في المقلاة، اي وحده فيكم تقدر تحضرها. عندك حبه بصله، هاد البيضه اللي راه وقتها، مع حبه طماطم. عندك حبيبات تاني تاع البطاطا. رواحي معايا نديروا هاد الغراتين ساهل مهل. حكمت البطاطا تاعي، درت كميه على حسب 4 افراد. درت فيها شويه ملح وغادي نقليها. بجهه واحده اخرى جبت هذيك البصله قطعتها كما راكم تشوفوا قطع صغيره، وغادي نديها تتقلى كما راكم تشوفوا. بعد ما غادي تتقلى لي هذيك البصله جيدا، راح نزيد لها ملعقه تاع طماطم مصبره نقليها هي الاخرى. بعد نزيد لها هذيك الطوماطش اللي كنت ربيتها مع شويه نتاع القزبر. تبغوا ديروا معدنوس ديروا، انا ما كاش عندي لي زيبيز. درت شويه ملح شويه فلفل اسود وايبيس تاع شاورما. هنا بعد ما تقلات لي جيدا درت لها ربع كاس نتاع الماء. هنا بعد ما قليت البطاطا تاعي كاضافات راح ندير جبن طاري، شويه زيتون، شويه قزبر، وشويه نتاع الجبن المبشور. هذيك الصلصه شعال جات بزاف بنينه البنات، جات كيما تاع المحاجب. هنا حكمت المقله تاعي دهنتها بشويه تاع الزيت باسكو تلصق لي. نتوما لا المقله ما تلصقش سي با لابين تدهنوها، البطاطا ديجا راها مقليه في الزيت. فرش تبقى بطاطا، تبقى نتاع لاصوص، من بعدها بطاطا، من بعد لاصوص. نكملوا بنفس الطريقه، يعني الصوره راها تعبر. في جهه واحده اخرى جبت 3 حبات من البيض، درت لهم فقط شويه ملح وشويه من الفلفل الاسود. نخلطهم جيدا ونديرهم فوق نديرهم فوق الطبقه تاع البطاطا وهذيك لاصوص. اسيو تدخلوا البيض تاني الداخل بالكارفو كيما غادي تشوفوا معايا، باش البيض ما يقعد لكمش خضر من الفوق. كاضافات فقط راني ندير في الجبن. تقدروا يعني هنايا ديروا اي اضافات راكم باغينها، تقدروا تزيدوا مايس، تزيدوا طون، تزيدوا نيمبورط كال حاجه تبغيوها، باسكو هاد الحاجه تبقى اختياريه. وربيت عليها شويه من هذا الجبن الشيدر اللي بزاف بنين البنات، يدوب خفيف. ودرت من الفوق شويه نتاع القزبر اللي تقدروا تعوضوه بالمعدنوس. ديروها البنات على نار تكون هاديه بزاف على الشعره، وتغلقوها يعني غلاقه تاع المقلاة. فوالا هنا بعد ما فاتت حوالي 20 دقيقه. انا نبغي البيض نبغيه متماسك، ما نبغيش خضر هكاك جاري، نتوما ولكم الاختيار. هذا هو الشكل النهائي البنات، نتمنى تجربوها. في الحقيقه ذوقها احلى بكتير من شكلها. نقول لكم مرحبا بكم في لاشين تاعي، تشرفوني بجمو ابوني. مع السلامه.